ولقاءات الجولة 11 الدفعة الثالثة لدارة اليوم في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. الاتحاد الرياضي المنستيري تعادل سلبيا 0-0 مع الاتحاد الرياضي ببنجردان. الفريق عاصمة الرباط انهى المباراة منقوص عدديا منذ دقيقة 62 بعد اقصاء لاعبو الفا سيدي بي. لحساب نفس الدفعة في ملعب الهادي نايفر بباردو، لقاء القمة بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي انتهى أيضا بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين مع إقصاء لاعب الملعب التونسي محمد أمين الخميسي في الدقيقة 90+4، وبالتالي أول تعادل لفريق الملعب التونسي على أرضية ميدانه هذا الموسم بعد 5 انتصارات من 5 مقابلات، في حين النادي الرياضي الصفاقسي واصل نتائجه الإيجابية وسلسلة اللا هزيمة في ملعب باردو بعد 4 مقابلات. في لقاء ثالث أيضا دار اليوم في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، مستقبل المرسى انهزم على أرضية ميدانه وأمام النجم الرياضي الساحلي اللي عاد إلى سكة الانتصارات 2-0. أهداف الإتوال سجلها كل من محمد الهادي بوسلامة في الدقيقة 63، بعدها بدرج في الدقيقة 68 بالضبط راقي العواني أضاف ثاني أهداف الإتوال. في لقاء متأخر لحساب الجولة الافتتاحية من رابطة الثالثة المستوى الأول في المجموعة الرابعة، دار في الملعب البلدي بمارث انتصار عريض لمارث الرياضية أمام ضيفه الأمل الرياضي بالركبة بالتطاوين بنتيجة 4-0. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن انه مباريات الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026 باش تقام بين 13 و 16 نوفمبر المقبل في مدينة الرباط المغربية بمشاركة منتخبات الكاميرون، نيجيريا، الغابون والكونغو الديمقراطية. مباريات نصف النهائي باش تتلعب بنهار 13 نوفمبر بلقاء نيجيريا والغابون الأربعة متاع العشية، تليها مواجهة الكاميرون والكونغو الديمقراطية مع 7، بينما يقام النهائي نهار 16 نوفمبر بملعب الأمير مولاي الحسن انطلاقا من 7 متاع العشية. الفائز يتأهل إلى الملحق العالمي للفيفا في مارس 2026 للتنافس على مقعد في كأس العالم. نختم أخبارنا بالرياضة العالمية وبرنامج أبرز مقابلات اليوم في كأس الدرع الإنجليزي. أرسنال في مواجهة برايتون 9-4. أيضا جملة من المقابلات الأخرى: ليفربول كريستال بالاس، سوانزي في مواجهة مانشستر سيتي، وولفز تلعب مع تشيلسي، و9 مباراة نيوكاسل في لقاء القمة اللي يستضيف فيه سبيرس توتنهام في دوري الإيطالي. اليوم مع 6:30 روما تلعب مع بارما، كومو في مواجهة إيلاس فيرونا، اليوفي تلعب مع أودينيزي. 9:15 لقاء بولونيا تورينو، جنوا كريمونيزي، وإنتر ميلانو في مواجهة فيورنتينا. في الليغ 1 في فرنسا 7 لوريان تلعب مع البي اس جي، ميتس لانس، نيس ليل، مارسيل 9 ودرج في مواجهة أنجي، وباري اف سي تلعب مع أولمبيك ليوني. وفي الكوبا ديل ري الإسبانية أكيد جملة من المقابلات أيضا الليلة تتصدرهم لقاء إلتشي لينزل ضيف على لاس غاريس، وأيضا ليغانيس تنزل ضيف على أزواجا. لقاء أيضا ثالث باش يجمع بين بلد الوليد وبرتغاليتيا. هذا ما كان عنا في أخبار الرياضة اليوم. كل الأخبار متواصلة على صفحة سبور باي يوسف. باي باي.